كوريا الشمالية. شنو كنعرفوا على كوريا الشمالية؟ وحدة من أكثر الدول غموضا في العالم. كيفاش تأسست هذه الدولة الاشتراكية بعد الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية؟ وشنو كنعرفوا على حكامها من الجهة المؤسس كيم إيل سونغ إلى الحفيد كيم جون أون؟ وكيفاش قدرت تحصل على السلاح النووي وتكون بالند ضد الولايات المتحدة الأمريكية وتسبب الرعب للعالم؟ هادشي كامل غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو. قبل خاصنا نرجعوا فاش كانت كوريا موحدة تحت حكم الأباطرة الكوريين، وكانت شبه الجزيرة الكورية دولة واحدة تحت حكم أسرة أي الكورية. لكن وفي عام 1910 مع الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية تم إسقاط الإمبراطورية وضمها لليابان، وبقات كوريا تحت الاحتلال الياباني لمدة 35 سنة. وانتهى الاحتلال الياباني في 2 شتنبر عام 1945 بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. وهنا قامت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بتقسيم كوريا على قسمين على خط عرض 38، وقام الاتحاد السوفيتي بالسيطرة على الشمال، بينما الجنوب كان تحت سيطرة القوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تبدأ قصة كوريا الشمالية. في تاريخ 9 شتنبر عام 1948 تم إعلان عن تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أو كما تسمى كوريا الشمالية، على يد حزب العمال الكوري بقيادة كيم إيل سونغ. لكن شنو كنعرفوا على كيم إيل سونغ؟ في عام 1912 ولد كيم إيل سونغ في جنوب بيونغ يانغ. في تلك الفترة قامت أسرة كيم إيل سونغ بنشاطات معادية للمستعمرين اليابانيين، الشيء اللي جعلها تقوم بالهروب إلى منشوريا في الصين في عام 1920. من موراها أسس كيم في عام 1926 اتحاد تسقط الإمبريالية المناهض للاستعمار الياباني، وأصبح كيم عندما كان يبلغ من العمر 17 سنة أصغر عضو في خلية ماركسية سرية لم يتجاوز عدد أفرادها 20 شخص. من موراها انضم كيم للحزب الشيوعي الصيني في عام 1931، كما انضم إلى عدد من التنظيمات المسلحة المناوئة لليابانيين في شمالي الصين وخاض معارك ضد اليابانيين. وفي عام 1945 عين السوفيت كيم إيل سونغ أمينا عام لفرع الكوري الشمالي من حزب الشيوعي الكوري. وهنا أسس كيم جيش الشعب الكوري اللي ارتبط بالحزب الشيوعي باش يعزز السلطة ديالو. وفي عام 1948 أعلن كيم إيل سونغ عن تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وعاصمتها بيونغ يانغ، وقام الاتحاد السوفيتي بالاعتراف بالدولة الجديدة وبالنظام ديال كيم إيل سونغ في كل كوريا بما فيها الجزء الجنوبي، الشيء اللي رفضته كوريا الجنوبية والغربية بشكل كبير. لكن كلشي غيتبدل في عام 1950. في 25 من يونيو عام 1950 غزات قوات من كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بأمر من كيم إيل سونغ، الشيء اللي أدى لسقوط سريع لعاصمة كوريا الجنوبية سيول. لكن ومع تدخل قوات أممية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استطاع الجنرال ماك آرثر إعادة الانتصار لكوريا الجنوبية والدخول في أراضي كوريا الشمالية. لكن تدخل الجيش الشعبي الصيني حل من تقدم الأمريكيين، الشيء اللي أدى لإيقاف الحرب وتوقيع الهدنة في 27 يوليو عام 1953، بعد ما كلفت من الجانبين أكثر من 2 مليون قتيل ما بين مدنيين وعسكريين. وبسبب تدخل القوات الأمريكية في الحرب تولد حقد كبير لدى كيم إيل سونغ على الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد نهاية الحرب قام كيم إيل سونغ فورا في عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب، فأعلن عن خطة اقتصادية خمسية هدفها تأسيس الاقتصاد المملوك للدولة بالكامل، وكان تركيز الاقتصاد على الصناعات الثقيلة والإنتاج الحربي. لكن كان أبرز الأشياء اللي قام بها هي القضاء على معارضيه، فقام باعتقال العديد من المعارضين وأسس لما يعرف بالعقاب الجماعي، وقام بإنشاء الشرطة السرية للهدف ديالها معرفة من يعارض نظامه، الشيء اللي جعل منه أقوى شخص في البلاد. كما طور كيم إيل سونغ أيديولوجية جوتشي اللي كتعزز هذه النظرية مكانة كيم إيل سونغ العليا في حزب العمال وكوريا الشمالية، وكتصف النظرية القائد العظيم بأنه القائد المطلق والأعلى. وكانت كوريا في تلك الفترة كتعيش بمساعدة الاتحاد السوفيتي والصين، وكانت كذلك لها علاقات ممتازة مع الدول الاشتراكية والشيوعية.
وفي عام 1980 أصدر كيم إل سونغ أمرا بأن خليفته سيكون ابنه كيم جونغ إل، وفي السنوات التالية وله العديد من المسؤوليات. وفي نفس العام تم تعيين كيم جونغ إل كرئيس في المكتب السياسي خلال مؤتمر الحزب العام للجنة الحزب المركزية. لكن في سنة 1989 ومع سقوط جدار برلين بدأت الأنظمة الاشتراكية والشيوعية بالسقوط، من رومانيا إلى ألمانيا الشرقية إلى الاتحاد السوفيتي، واللي كانوا كيساعدوا الاقتصاد الكوري الشمالي. وبحلول عام 1991 بقات كوريا الشمالية وحيدة ضد المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا بدأ التفكير بصنع القنبلة النووية، فمنعت كوريا الشمالية مفتشي الأمم المتحدة بتفتيش المفاعلات النووية الكورية، الشيء اللي أدى الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن سرعان ما تم حلها. وفي سنة 1994 توفي كيم إل سونغ بعد نوبة قلبية مفاجئة، وتسلم ابنه كيم جونغ إل الحكم من بعده، وقدم نفسه إلى شعبه في خطاب مدته 5 ثواني، وهو خطابه الوحيد الذي تم بثه. ومن أبرز الأحداث في فترته هي المجاعة الكورية ما بين عام 1994 و 1998 اللي أدت لوفاة أكثر من نصف مليون مواطن. بعدها دارت مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن نزع فكرة امتلاك السلاح النووي مقابل الحصول على إعانات لكوريا، لكن مع صعود الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن وبعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 أعلن الرئيس الأمريكي عن محور سماه بمحور الشر كيضم كل من العراق وإيران وكوريا الشمالية. وبعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العراق قامت كوريا الشمالية بالتفكير مرة أخرى وبجدية للحصول على السلاح النووي. وفي تاريخ 9 من أكتوبر عام 2006 قامت كوريا الشمالية باختبار نووي تحت الأرض لأول مرة. وفي 6 من يناير عام 2007 أكدت الحكومة الكورية الشمالية امتلاكها للأسلحة النووية. بعدها بدأت كوريا الشمالية بإجراء اختبارات على الصواريخ البالستية العابرة للقارات، لكن في 17 من ديسمبر عام 2011 توفي كيم جونغ إل إثر سكتة قلبية. تولى بعده ابنه كيم جونغ أون الحكم اللي ما كانش معروف للعالم، خاصة بعد البحث عليه تعرف بأنه درس في سويسرا تحت اسم مستعار، وبعدها رجع لكوريا الشمالية وتقلد عدة مناصب. وبعد وفاة والده تقلد الشاب الحكم في السن 28، وهنا بدأ يبرز الاسم كيم جونغ أون، فقام بإكمال تطوير السلاح النووي والصواريخ البالستية العابرة للقارات. كما ساهم في تقديم نفسه على أنه مثل جده المؤسس، فقام بارتداء نفس الملابس اللي كان جده كيلبسها ونفس تسريحة الشعر. كما قام باعتقال وإعدام العديد من معارضيه منهم زوج عمته الذي أمر بإعدامه بطريقة بشعة، الشيء اللي خلاه يتحكم في الدولة كاملة بدون أي معارضة. وفي سنة 2017 صعد لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وبدأ بتهديدات الكورية الشمالية من مقر الأمم المتحدة، الشيء اللي خلاه كيم جونغ أون يرد على ترامب تصريحات عنيفة. لكن ومع تطوير الصواريخ البالستية قام ترامب وأعلن عن لقائه لكيم جونغ أون في سنغافورة، وبعدها أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي لا يزال في منصبه يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد لقائه التاريخي مع زعيمها كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح. لكن سرعان ما عادت الأمور لسابق عهدها بعد عدم قبول كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي، الشيء اللي أدى لرجوع الصراع مرة أخرى. لكن من جانبه قام كيم جونغ أون بلقاء رئيس كوريا الجنوبية في محاولة منهم لتوحيد كوريا، لكن لم تسر الأمور في الطريق الصحيح. كوريا الشمالية الآن تعتبر من أكثر الدول المنعزلة في العالم، فلا توجد انترنت في البلاد، ولا يستطيع مواطنو كوريا الشمالية مشاهدة القنوات التلفزيونية العالمية، ولا يستطيعون أيضا مغادرة البلاد إلا بتصاريح خاصة. لكن يوجد فقط قنوات محلية مسيطر عليها من قبل الدولة والإعلام الموجه، مما يجعلها من أكثر الدول غموضا في العالم. وأنت برأيك، هل كل ما نسمع عن كوريا الشمالية حقيقة
أم أن هناك أخبار زائفة عنها؟